8 اختصارات توفر علينا وقت ومجهود وتعلي الانتاجيه بتاعتنا واحنا بنتعامل مع تشات جي بي تي. اول اختصار سلاش فاكت، وده بيدينا اجابات على الحاجه اللي احنا هنكتبها موثوقه ومضمونه، وكمان بيدينا ريسورسز. الاختصار الثاني سلاش ديب، وده بيدينا بتفصيل الممل خطوه بخطوه الكونتكست بتاعنا بالاكزامبلز وبالديبر ريزونينج ليه. رقم 3 سلاش شورت، وده بيدينا نتيجه واضحه وسريعه ومختصره تو ذا بوينت على السؤال اللي احنا بنجاوبه. رقم 4 سلاش هيومن، وده بيدينا الاجابه دافيه والتون بتاعها تون بشري مش تون ستاف زي اللي بيطلع من الاي اي في العادي. رقم 5 سلاش كرييتور، ودي بتدينا للسوشيال ميديا تكتب لنا البوست او تعمل لنا كونتنت بالهوكس وبالكابشنز بتاعته حسب البلاتفورم اللي احنا بنتعامل معاه وكمان بلغه بشريه. رقم 6 سلاش كوتش، وده بيشتغل كمنتور او ترينر، بيقدر ان هو يدينا جايدنس وبيدينا ستيبس وكمان انكورجمنت وهو بيعلمنا الحاجه اللي احنا بنسال عليها. رقم 7 سلاش كريتيك، وده بينتقد طريقه بناءه اي ايديا او فكره او تكست احنا بنكتبه له وبيدينا فيدباك وكمان بيدينا اقتراحات. رقم 8 والاخيره معانا سلاش ميكس، بيدينا مزيج ما بين الدقه بتاعه الاي اي وما بين نبره الكلام البشري، وده مناسب جدا لكتابه سكريبتس لليوتيوب وبوستس او للستوري تيلينج. ودي كانت